اغلب الطلاب بعد ثانويه عامه كلهم او اغلبهم هدفهم دايما بيكون كليات، ولما بيجي طالب مثلا في المرحله الثالثه ويلاقي معاه شويه معاهد كده يبقى خلاص شايل الضيق والهم كله. تيجي تقنعه ان المعاهد دي ممكن تبقى حاجات كويسه والله العظيم ولها مستقبل عن الجامعات، يقول لك لا انا ما استحملش ادخل معهد، انا عايز ادخل كليه، انا بموت، انا مش عارف. وتلاقي بقى في بانيك اتاك قدامك لغايه ما تيجي تقول له على فكره انت مجموعك جايب معهد فن صحي، تلاقيه يقول لك لا ده انا افكر بقى، ده انا ممكن ادخل معهد فعلا. لغايه ما تيجي تقول له استنى بس ده انت مجموعك جايب معهد فن صحي، تلاقي عينه كده لمعت ووشه ابشر كده وضحك وفرح وقال لك ندخل معهد فيها ايه؟ ما هو المعهد ده مش بني ادم زينا. ايه ده؟ طب ليه بقى يا صديقي معهد فن صحي يعتبر هو المعهد الوحيد او يعني على رأس المعاهد اللي الطلاب اول ما بتعرف انها هتدخله بتتبسط عادي وبتفرح، مش بتبقى زعلانه زي باقي المعاهد؟ يعني ايه اللي بيميز المعهد ده بالذات عن باقي المعاهد؟ هو ده صديقي موضوع حلقتنا النهارده، معهد فني صحي. تعالى يلا نتكلم عن التنسيق بتاعه والاقسام والدراسه بتاعته وبياخد مين وبياخدش مين وكل التفاصيل والتكليف والشغل وكل حاجه. فلو عايز تعرف كل الحاجات دي انت عارف انت هتعمل ايه، هتنزل تعمل لايك وهتتابعني وهتتابع الحلقه للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا هنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. كبير كبارات معاهد مصر، معهد فني صحي. أول حاجة صديقي هكلمك عنها هو المعهد بياخد مين يا طارق؟ هاجي أقول لك إن المعهد بياخد من طلاب علم علوم وبياخد كمان من طلاب علم رياضه، لكن للاسف طلاب ادبي مش معانا. بس كمل معانا الحلقه عادي، يمكن يبقى لك قريب تنصحه بيها السنه الجايه ولا حاجه، ما تخرجش يعني من الفيديو. ومش بياخد بس من ثانويه عامه، ده بياخد كمان من فن صناعي، لكن قسمين بس، قسم كهرباء وقسم الكترونيات. وبياخد كمان من فن تجاري شعبة عامة، وكمان بياخد من مدارس التمريض اللي بتكون بعد اعدادي. طب حلو يا طارق، هل المعهد ده بقى جنبي ممكن الاقيه بسهوله ولا هتشحطط بقى محافظات تانية؟ المعهد يا صديقي ببشرك لا اما جنبك لا اما قريب منك، لانه منتشر في اكتر من 14 مكان زي اسكندريه وبنها والقاهره والمنصوره وطنطا والزقازيق وبورسعيد واسماعيليه وجنوب الوادي وكمان سوهاج واسيوط وبني سويف واسوان وامبابه وغيرهم يا صديقي. يعني من الاخر لا اما في محافظتك لا اما جنبك. تعالى بقى صديقي نتكلم عن اقسام معهد فني صحي. مبدئيا يا صديقي الاقسام اللي هقولها لك دي مش هتلاقيها في كل المعاهد، في معاهد هتلاقي فيها 3 اقسام بس، ومعهد ممكن تلاقي فيه 4 اقسام، ومعهد فيه قسمين، وهكذا. فشوف الاول انت داخل معهد فن صحي ايه واعرف الاقسام الموجوده فيه ايه، لان دلوقتي ممكن تتعشم في قسم معين بس ما يطلعش في المعهد اللي انت هتدخله. فتاكد من المعلومه دي واعرف ان الاقسام دي بتختلف، هل انت اصلا علم علوم ولا علم رياضه. اول حاجه اقسام علم علوم، وهم اشعه، معمل، صناعه الاسنان، تسجيل طبي واحصاء، طوارئ وحالات حرجه. كل دول صديقي لطلاب علم علوم، وبتاخد ولاد وبتاخد كمان بنات، يعني الاقسام دي مشتركه عادي جدا. لكن في قسم بياخد ولاد بس في علم علوم، وهي شعبه او قسم المعاونين الصحيين. اما بقى لاقسام او شعب علم رياضه، عندك صيانه الاجهزه الطبيه، وكمان عندك تسجيل طبي واحصاء. دول القسمين الوحيدين اللي انا اعرفهم بصراحه. يمكن تلاقي اقسام تانية لعلم رياضه، بس دول اللي انا قدرت اعرفهم. البحث عن الكليات والمعاهد مش سهل برضه يا صديقي، اكل العيش مر يا ابني. حلو يا طارق، قول لي بقى التشعيب ده بيحصل ازاي، او ازاي ادخل الاقسام دي بقى واختار القسم بتاعي وهكذا. انت يا صديقي اول يوم ليك ان شاء الله في المعهد هتبدا تسجل رغباتك او تنسيقك الداخلي. يعني بيجي لك ورقه وتقول انا عايز ادخل القسم الفلاني او الشعبه الفلانيه، لو ما جبتهاش ادخل الشعبه دي، لو ما جبتهاش ادخل الشعبه دي او الشعبه دي، وهكذا يا صديقي. وبتعمل لك تنسيق داخلي وحسب درجتك بتدخل القسم بتاعك. وطبعا كل ما تقديرك او تنسيقك او درجتك تكون اعلى من زمايلك، كل ما انت اختيارك يكون على مزاجك اكتر، لانك بتبقى اعلاهم. الدراسه بقى في معهد فن صحي بتكون قد ايه؟ بتكون يا صديقي 2.5 سنين. ايه ده يا طارق؟ ايه النص ده؟ يعني معلش النص ده جاي منين؟ هدرس ترم كده لوحده؟ لا يا صديقي، الدراسه دي بتكون عباره عن 2 سنين دراسه ونص سنه او 6 شهور حاجه اسمها امتياز. وطبعا لو انت شفت كليه طب او الفيديو بتاع كليه تمريض هتلاقينا اتكلمنا عن الامتياز ده، بس حاضر من عينيا اشرحه لكم تاني. بس تعالى الاول نتكلم عن السنتين دراسه. في بعض المعاهد يا صديقي هتلاقي انك بتتشعب او بتدخل القسم بتاعك من اول سنه تانية، وسنه اولى بتكون دراسه عامه بتدرس كل حاجه. لكن برضو في معاهد تانية بتقولك لا احنا هنشعبك وهندخلك اقسامك من اول يوم، من سنه اولى عادي جدا. زي بورسعيد، في بورسعيد انت من اول يوم من اول سنه
بتدخل القسم بتاعك او الشعبه بتاعتك وبتقعد السنتين بتوعك متخصص. فبرضه اتاكد المعهد اللي انت داخله هل بتتخصص من سنه اولى ولا بتستنى لسنه تانية. بس الاكيد ان انت وانت في سنه تانية، سواء انت بقى في الاقسام اللي بتخصص من سنه اولى او لا، هتتخصص. يعني سنه تانية انت اكيد هتبقى في التخصص بتاعك. بتخلص يا صديقي السنتين دول وبتبدا في الست شهور امتياز، ودول بقى يا صديقي بيكونوا 6 شهور بتنزل تتدرب فيهم في مستشفيات او وحدات صحيه، بتمارس بقى المهنه بايدك عشان تكسب خبرات يا صديقي تفيدك بعد كده، لانك بتخلص الست شهور وان شاء الله بيجي لك التكليف بتاعك. وحتى الان يا صديقي عشان السؤال ده هيجي لي كتير، التكليف لسه موجود ولسه الناس بتتعين. فان شاء الله يا صديقي انت هتكون من الناس اللي بتتعين دي، لان شوف كده حواليك هتلاقي ان في كليات الناس تقول لك قمه وجامده ومش عارف ايه، بتخرج منها مش بتلاقي شغل. لكن معهد فن صحي واللي بيميزه عن الباقي انك في ايدك تتخرج النهارده وتشتغل بكره. ده غير طبعا ان هو فرصه متاحه دايما ومتاحه بره مصر كمان. لما بتخلص يا صديقي معهد فن صحي بيكون تعليمك اسمه فوق متوسط، يعني تعليمك ده اعلى من ثانويه عامه واقل من الكليه. فبيجوا طلاب عايزين يروحوا يكملوا كليات وتعليمهم يكون عالي، هتلاقي ان معهد فن صحي يقدر يخليك تكمل دراستك في كليات وجامعات زي مثلا كليه هندسه وكليه علوم. في حقيقه صديقي المعهد ده فرصه انت لا تتخيل. يعني انت ممكن ما كنتش جايب تنسيق كليه علوم بس دخلت معهد فن صحي، وعن طريقه بعد سنتين دخلت كليه علوم. وخلي بالك بتدخل الكليه دي تكمل تعليمك وانت معاك الوظيفه بتاعتك وبتصرف على نفسك، لانك بتبقى متخرج عندك 20 سنه ولا 21 سنه ومعاك الوظيفه بتاعتك. فتخيل انت عندك 20 سنه او 21 سنه وشغال وبتقبض، وفي غيرك عندهم 25 سنه و24 سنه ولسه في الدراسه ولسه ما اتخرجوش اصلا. نيجي بقى صديقي لتنسيق معهد الفن الصحي. التنسيق يا صديقي طبعا انا كلمتك عن 14 مكان، فهو بيختلف انت علم علوم ولا علم رياضه. فهحاول دلوقتي اعرض لكم صوره فيها تنسيقات السنه اللي فاتت. قبل ما اخلص الحلقه يا صديقي لازم تكون عارف ان المعهد اقليمي. يعني ايه يا طارق اقليمي؟ يعني انت يا صديقي ما تقدرش تدخل اي معهد كده وخلاص، لازم المعهد ده يكون في محيطك الجغرافي قريب منك. يعني انا لو من بورسعيد ما اقدرش اروح مثلا معهد فن صحي بنها، لازم ادخل معهد فن صحي بورسعيد ولازم اكون جايب درجته. هاجي اقول لك مثلا انا عندي في دمياط، انا كواحد من دمياط ما عنديش معهد فن صحي، هتلاقي بيقول لي طب انت مكانك فين في دمياط؟ هل انت اقرب لمعهد فن صحي المنصوره ولا معهد فن صحي بورسعيد؟ وهدخل واحد من الاثنين اللي انا قريب منه، لان هو زي ما قلت لك اقليم يا صديقي. فبرضه ابحث وشوف كده انت من محافظه ايه وايه المعهد اللي مناسب ليك، وشوف تنسيق السنه اللي فات بتاعه عشان تعرف انت جايبه ولا لا. في النهايه يا صديقي عايز اقول لكم ان النجاح شخص مش كليه ومش معهد. يعني انت يا صديقي لو دخلت احسن كليه في الدنيا بس انت مش انسان ناجح عمرك ما هتنجح. ولو دخلت معهد الناس تقول لك ايه ده معهد يا ابني هتعمل منه ايه، وانت من جواك شخص عايز ينجح، انت هتكون انجح واحد. فاسعى وتوكل وثق في رحمة ربنا ووضعه لقدرك، وقول الحمد لله، واسعى يا صديقي واستمر في السعي. ربنا يوفقك يا صديقي وتدخل الحاجة اللي انت ليك فيها الخير. وبس كده يا صديقي تكون حلقة النهاردة تمت بحمد الله. ما تنساش انت كمان تنزل تدعمني باللايك الحلو بتاعك، وكمان تعمل لي سبسكرايب. ولو عندك اي سؤال اكتبه لي تحت او كلموني انستجرام، يعني اللي انتوا حابينه. ولو لسه مكمل الحلقة لغاية دلوقتي انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا اللي بيكملوا الحلقة للنهاية. ولو عندك اي تعليق لطيف من التعليقات اللي بحب اقراها ما تبخلش عليا بيه. اتمنى يا صديقي تكونوا استفدتم، واتمنى الحلقة تكون لطيفة وخفيفة عليكم وتكونوا استفدتم فعلا وعرفتوا يعني ايه معهد فن صحي وكل التفاصيل بتاعته. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.